انا كل اللي قلته ان انت عارف ان دي حاجه بتضايقني ومع ذلك عملتها. بقول لك ايه، وطي صوتك وانت بتتكلمي معايا، مش لما تعلي صوتك ولا بطريقتك دي هتثبتي ان انت صح ولا تخليني اوصل للي انت عايزاه. وبعدين يا ستي عارف ان هي حاجه بتضايقك وعملتها، ها جيبي اخرك. هو فين صوتي العالي؟ انا بس منفعله عشان متضايقه وده طبيعي. لا ما تنفعليش وصوتك يوطى، وتاخدي بالك كويس قوي معايا وانت بتتكلمي وتفكري في كل كلمه قبل ما تقوليها لي. ايوه طب ايه الطريقه المناسبه اللي انا اقدر بيها اوصل لك اللي مضايقني؟ فهمني اتكلم ازاي. لا معلش مش دوري، انا مش مطالبه اعلمك تتكلمي ازاي لانك ببساطه مش عيله صغيره. اقعدي مع نفسك كده وفكري وتعلمي ازاي تتكلمي. في واحده تقول لجوزها انا لفت نظرك؟ ماشي يا سيدي، اعتبرني قعدت مع نفسي وفكرت ورجعت بقولك انا فشلت اعرف الطريقه المناسبه اللي اتكلم بيها. نفسي مره اتكلم معاك من غير ما نسيب الموضوع الاساسي ونمسك في اي حاجه اتقالت في وسط الكلام. لا طبعا لما يبقى اسلوبك وحش وصوتك عالي وطريقتك وحشه وما بتعرفيش تتكلمي يبقى ده موضوع اساسي واساسي جدا كمان. ده اسمه بتحترمي جوزك ولا لا؟ مش بتكلميني